تعالوا النهاردة مع بعض هنعمل الشريك بطريقة سهلة وبسيطة خالص وبعجينة قطنية وهشة خالص. تعالوا شوفوا معايا الشريك الجميل السهل البسيط الممتنع. بصوا معايا شكله تحفة وطعمه تحفة، حكاية طري وهش خالص بعجينة قطنية خالص. تعالوا شوفوا معايا الوصفة ازاي هنعملها مع بعض. انا هدى ودي قناتي، لو اول مرة بتشوفوني ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على الوصفة بتاعتنا. انا معايا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا هحط المكونات الجافة مع بعض زي ما احنا شايفين. هنعمل احلى شريك النهاردة يا جماعة بعجينة قطنية وهشة خالص. بس كده تمام. معايا معلقتين سكر كبار، ومعايا ذرة الفانيليا، ومعايا معلقة خميرة بيرة او فورية على حسب الموجود عندك. معلقة خميرة كبيرة. معايا ربع كوباية من السمنة على الزبدة او سمنة على زيت زي ما انت حابة، او زبدة على سمنة زي ما انت حابة. معايا كوباية من اللبن، ومعايا بيضة واحدة بس. انا هاخد البياض واسيب الصفار هستخدمه الوش الشريك بتاعي. بس كده هنشوف مع بعض المكونات هنعملها ازاي. يعني اول حاجة زي ما قلت لكم هشيل الصفار واحط البياض. هحط البياض في العجينة واشيل الصفار هستخدمه الوش الشريك بتاعي. بس كده تمام. فصلنا البياض عن الصفار. هحط معلقتين سكر. هحط ربع كوباية من السمنة على زبدة. هدوب السكر كويس مع الزبدة والسكر. لازم تدوبي السكر كأنك بتعملي بسكوت بالظبط. ندوب السكر مع الزبدة والسمنة والبيض، بياض البيض. هتلاقي اللون معاك افتح، يعني في حدود كده 3-4 دقايق. بس كده تمام. هنحط كوباية اللبن. احنا بنطعمه بس بكوباية اللبن عشان يبقى مغذي لأولادنا لو ما بيحبوش اللبن. هنحط معلقة الخميرة بيرة او فورية زي ما انت حابة. هنحط فانيليا سائلة او بودرة زي ما انت عايزة برضو، المتاح عندك. اهم حاجة المكونات تبقى مظبوطة معاكي. على 4 كوبايات دقيق. بس احنا هنحط كوباية مية مع جنبنا علشان العجين بتاعنا على حسب الدقيق طبعا. هنحط الدقيق وهنسيب حبة صغيرة، مش هنحطه كله. هتعجني بقى بايديكي بعجان الموجود عندك استخدميه، احنا بنستخدم ايدينا. عندك عجان برضو مفيش مشكلة استخدميه، ما عندكيش اشتغلي بايدك، احلى خبيز بالايد. بس كده. انا طبعا هحتاج مية زي ما قلت لكم، لازم المية تبقى دافية يا جماعة عشان الجو برد. هنحط شوية مية، ما تحطيش مية مرة واحدة، لا حط شوية شوية على حسب ما تاخد معاكي العجينة بتاعتك. عجيني كده، عودي في الارض وعجيني على الرخام، عجيني على البوتاجاز، عجيني زي ما ترتاحي عجيني. اهم حاجة تدي العجين براحه في العجين. انا عايزة عجين متماسك، مش طري برضو خالص ولا متماسك قوي. انا هحط العجينة بتاعتي على الرخامة واشتغل بيها هحط شوية دقيق، عشان كده قلت لكم سيبوا حبة دقيق. تفردي كده عودي لتي وعجيني في العجين. حد مزعلك ولا حاجة في الشغلك فيه. اهم حاجة تطلعي بنتيجة كويسة من العجن بتاعك. كل ما تعجني بتاخدي لقمة حلوة كده وطرية وهشة وتبقى معاكي زي القطن من جوه. بس انا عجنتها كده زي ما انتوا شايفين، يعني 10 دقايق تعجني فيها. تعمليها بقى زي البقجة كده، زي السرة. تلميها بين ايديكي وتحطيها في البولة بتاعتك وتغطيها وتسيبيها. انا عايزة العجينة بتاعتي لازم تخمر.
هنغطيها كويس ونحط الفوطة بتاعتنا عشان الجو برد زي ما قلتلك. لو ساقعة خالص ممكن تدفي الفرن وتحطيها فيها. بس كده العجينة بتاعتنا خمرت. اديها بوكس بقى ونيميها كده ايه في البولة بتاعتك. بس كده تمام زي ما هي. هنحطها على الرخامة بتاعتنا، على بلانشة، على طبلية. ما تغلبيش نفسك يعني. هاتي سكين، هاتي قطاعة الموجود عندك وقطعي. سهلة خالص. هنشكل مع بعض الشريك بتاعنا. هنشكله كذا تشكيل، والتشكيل اللي سهل بالنسبة لك اعمليه. انا هوريكي طرق وانت عليكي ايه تختاري. شفتوا بناخد قطعة بس ونفردها زي ما احنا شايفين على طول كده، ولا بنريحها ولا اي حاجة. هنلفها على ايدينا. شايفين؟ هو ده ايه ده الشكل المعتاد للشريك. بس احنا ممكن نشكله على حسب ما احنا عايزين. العجينة معانا طرية وحلوة وجميلة يا جماعة. شايفين اهي بنفردها على طول. هنعمل لكم ايه كذا تشكيل. شوفوا التشكيل ده جميل جدا. شكلي لاولادك واكليهم في الشتاء. المخبوزات بتبقى ريحتها حلوة في البيت كده وبتدي طاقة. هنلفها كده ايه بس كده تمام زي ما احنا شايفين. ده الشكل المعتاد للشريك يا جماعة. بقرب لكم الكاميرا. بنفردها كده على الرخام عشان العجينة حلوة وطرية معايا، فالتشكيل بيبقى ايه سهل علينا. شايفين الشكل ده تحفة. بعد ما يستوي هيبقى حكاية. ايه بنبرمها كده برم على الرخامة وتشتغلي. اهم حاجة تبقى الرخامة بتاعتك نظيفة. بس كده تمام. سهل خالص. تشكيل سهل خالص. زي ما انت عايزة تشكلي شكلي. طبعا يا جماعة احنا لازم نسيبه يخمر. هتدفي الفرن بتاعك وتحطي واحدة فوق واحدة تحت وتسيبيهم يخمروا. هيخمر معاكي بسرعة. ما تقعديش تستني ايه في الجو الساقع انه كأنه هو يخمر ايه برا. لا، لازم تدفي الفرن بتاعك وتحطيه. انا كورت دولة. قلت اعمل لكم تشكيل تاني حلو وسهل وبسيط، وممكن تحشيها برضو في نفس الوقت. ممكن تحشيها جبنة، مكسرات، سكر وقرفة، على حسب ما انت عايزة. انا هعمل لكم التشكيل وانتوا زي ما عايزين ايه احشوها كده ان شاء الله. بنفردها كده بالمردانة بتاعتنا. انا لفيتهم كور صغيرة زي ما انتوا شايفين. هنريحهم بس ايه 5 دقايق عشان يتفردوا معاكي حلو. هنجيب القطاعة بتاعتنا او السكينة زي ما انت عايزة، زي ما انتوا شايفة بالظبط كده. شايفة التشكيل هيطلع معانا تحفة. انا معايا هنا شوية مكسرات وجوز هند، شوية سكر. هنعملها مثلث. شايفين معايا يا جماعة تشكيل جميل خالص. ولادك هيجروا عليه جري. ونحطه في الصينية بتاعتنا، بسبوسة، كيكة، اي صينية مدورة. هعمل لكم كذا واحدة اهو. شوفوا بس انتوا الطريقة والتشكيل اللي يعجبكم اعملوا بيه. بتفرديها كده ايه بالنشابة بتاعتك او المردانة، وتاجي من النص ايه تعملوا الشرايط دي. ممكن تستخدمي سكين لو ما عندكيش قطعة البيتزا دي، وتحشيها زي ما قلتلك زي ما انت عايزاه. ممكن تحشيها جبنة، سكر وقرفة. شايفين يا جماعة حاجة كده تحفة. زي ما قلتلك تشغلي الفرن وتحطيهم فيها ايه تطفيه بس، مش تسيبيه شغال وتقولي عايزاه يخمر هتروحي تلاقيهم استووا. لا، تطفي الفرن وتسيبيهم يخمروا بس. اهو كده تمام. شايفين التشكيل تحفة ازاي. بس بعد ما يخمروا تقومي ايه حاطه شويه لبن على صفار البيضه اللي سبناه وتدهني وشهم. شايفين الشريك بتاعي بعد ما خمر؟ دي بيضه وشويه لبن. ممكن تحطي لها معلقه خل او فانيليا زي ما انت حابه. بس احنا حطينا فانيليا في العجينه فمش لازم يعني. تدهني الوش كده بصفار البيض. احلى شريك ان شاء الله هتعمليه وتاكليه من ايديك. شايفين هندهنها برضو ايه بعد ما خمرت. انا حطيتهم في الفرن خمروا.
ونلمع الوش بتاعنا. هنسويهم على درجة حرارة 220. هيقعدوا معاكي في الفرن 20 دقيقة، وعلى حسب درجة حرارة فرنك برضو. غمضوا وفتحوا هتلاقوا الشريك طالع من الفرن. شايفين معايا؟ ده بيلمع وحده اهو. انا والله العظيم ما حطيت له اي حاجة، هو طالع من الفرن كده. بس هنغطيه 5 دقايق بس عشان يطرى ايه وشه معانا. بس كده تمام. شايفين التحفة والجمال يا جماعة؟ والله الطعم والريحة، والله العظيم كأني فتحت مخبز في البيت. الريحة جايبة لآخر الشارع. هنا هحط له عسل عشان انا حاطه له مكسرات. ممكن تحطي لبن، تحطي سكر بودر، او ممكن تحطي شوية جوز هند على الوش يعني بعد ما تحطي العسل. بس كده تمام. دي هنسيبها سادة طبعا. لو عايزة تحشيها جبنة او مثلا تاكليها مع الشاي مفيش مشكلة برضو. الطبق بتاعنا يا جماعة شايفين التشكيل اللي قلتلكم طلع تحفة، طري خالص وعجينة قطنية وهشة خالص وطعمه حكاية. والله العظيم والله العظيم جايبة لآخر الشارع كأنك فتحتي مخبز في البيت. ب4 كوبايات دقيق. ولا التشكيل اللي هو المثلث ده تحفة. اهم حاجة تسوي العجينة بتاعتك او العيش بتاعك. احلى شريك ده ولا لأ؟ طعمه حكاية. يا ريت ما تنسونيش بس في الشير واللايك والاشتراك في القناة. لما كنتوش مشتركين تشتركوا في القناة وحطوا لايك للفيديو. شايفين الشريك؟ والله العظيم عايزاكم تجربوه يا جماعة، جربوه هتلاقوه سهل خالص وبسيط. شايفين اهو، شايفينه خفيف ازاي؟ حاجة كده تحفة. مع السلامة، اشوفكم في فيديو قريب. شير واشتراك في القناة. مع السلامة.